قولوا لي نتوما من الناس اللي تقول نشريها ونتهنى من التعب، ولا من الناس اللي تقول وعلاش نشريها وانا قادره نديرها؟ هيا قولوا لي شكون من الناس نتوما. المهم جبت لكم واحد الوصفه تاع الدزيريات مع الكعكات بعجينه واحده. وش هو السر اللي تجيكم كيما الحلواجيات بالطبع والشان؟ جبتها لكم، ما تنسوش جام وكومنتير هكا تدعموني، وراح نجيب لكم الوصفات من عند الحلواجيات الكبار اللي الوصفة ديريها من نهارك تخرجي حلواجية بالطبع، ولي تاكل حلواتك تقول لك الله يبارك. نبدا بلا فيديو. هنا درت شوفوا 3 كيلات تاع الفارينه، لازم تغربلوها باش ندير لكم هذوك الحبيبات. درت لافاني، كل حاجه تغربلوها، الملح وغربلته باش يهبط لي غير هذاك الرقيق. خلطت مليح النواشف، ومن بعد درت هنايا شوفوا السمن ناقص صبع تاع السمن دايب، زدت له عطر الزبده يعطي له واحد البنه، وهذا هو السر اللي يجيكم بنين. هنا بسستها مليح بيدي، بسست بيا بيديا. راح ندير شوفوا درت انا نص كيلة تاع ما زهر والماء، وتبقاو تزيدوا بشويه الا خصتكم تزيدوا، والا جات سوسوا صايي. هنا قسمتها على زوج، هنا اللي تقسموا قسمتها على زوج، وحده درت لها الكولو ابيض وحده خليتها كيما راهي. هنا الحشو قسمت على زوج، درت 3 كيلات تاع الكاوكاو ولا اللوز يعني مرحبيه، ماشي بودره، مهم مرحي. درت عطر اللوز الحلو يعطي له واحد البنه الروعه. وهنا كيلة تاع السكر عادي، الى من احسن تعاودي ترحيهم في الاشواغ ولا في الروبو، تعاودي ترحيهم بالسكر بالكاوكاو باش يعطيك واحد يعني واحد نتيجه هايله. هنا خلطت بيان، درت هانيك لافاني، درت مغرفه تاع المانغارين. قسمت الحش هذايا الكاوكاو قسمته على زوج، واحد درت له نواة كوكو تاع الدزيريه، درت له نواة كوكو، زدت له مغرف زبده. زبده هنا اللي ضفتها، ما ضفتهاش في الاول، نضيفها في الاول. درت لافاني، درت لوزيست تاع القارص، ونبدا نطم بالبيض. هنا درت حبه بيض، لقيت بلي مازال ناشفه، زدت الدوزيام. هنا يجيكم شوفوا يجيكم الحشو طري، لازم يجيكم طري كي تمسوه في يدكم يتلم بصح يتلاصق. شوفوا نعاود نعجنها، لازم تعجنوها مليح باش تتعسل لكم هذيك الحشوه ديالكم، تعطيكم تتعسل لازم. هنا الحشو الثاني بديت نشمخ فيه بالماء زهر والماء، هنا عفوا ما زهر فقط. هذا تاع الكعكات تاني ديروه شويه طري، تاع يتلايم لكم بصح يبقى طري. هنا في لاباراي شوفوا نبدا باش ندير الدزيريات هما الاولين، نبدا نفتح في الدو، ومن بعد نزيد نفتحها في الطروا، ومن بعد في الكات في السانك. المهم ما نفتحهاش حتى لسبعة ونحبس، نبدا نفتحها بتدريج. نفتح هنا شوفوا حكمت هذاك المول عنبات اللي تجيني، ومن بعد جاني صغير وليت نفتح ونحط فوق الدزيريات هذول. شوفوا ليمول ما تدهنوهم ما والو، باسكو فيها السمن يعني ما حش تلصق لكم. والليمون هادو بزاف هايلين ودقيقه، يعني والله الدزيريات غير في قاعده في هكذا تم ديريهم، ما يعيهم ما يكسروا الكراسات، ما فيهم البرستيج وكامل. هذا يعني الدزيريات التقليديه. هنا شوفوا الحشو شحال ديروه، 50 غرام يعطيكم حبه بطبع والشان، يعطيكم حبه يعني متوله وكبيره الله يبارك. انا درت في الحشو 50 غرام. هنا شوفوا بالبوشون نبدا نطبع هكذا. انا كنت حابه اشوفوا نديروهم باللوز، كي رحت نشري اللوز عند هذاك الحانوت ما لقيت ما عندوش، قال لي ولي غدوه يعني، وانا كنت حابه كنت مزروبه باش نديرهم. درتهم بالكاوكاو ودرت لهم عطر اللوز، هذاك هو السر، يعطي لكم واحد البنه اون ديغيغ كي تاكلوا صح لوز. الكاوكاو كامل راحت يعني الكو تاعو. وانا نبدا نشبع. شوفوا هذيك تاع تاع الصبلي صغيره درتها، تقرصتها من التحت ولات لي ورقه، حطيتها ودرت لها حبه كاوكاو من الفوق. هنا كي طابت لي على 180 درجه نحطها الفوق كامل وخليها على نار 180 درجه. كي طابت خرجتها عسلتها في عسل بارده، وهو يكون سخون، تقبتها من تحت باش تدخل لي بيا هذيك العسيله. تخلوها ربع ساعه باش تنحوها من العسل هذاك وتقطروها.
ومن بعد واش السر اللي يخلي تاع الحلويات تجيكم هكذا لامعه من الفوق؟ هذا هو السر، سمعي مليح. السر هو لاجولي. لاجولي تذوبيها وتدهني الحبه تاعك كامل من الفوق، راح تعطيكم هذيك لا بغيونس، راح تعطيكم هذيك اللمعه الشابه تاع الحلويات. هذا هو السر تاعو. شوفوا هنا بدرت لها دوك العقاقش هذوك من الفوق، كاين اللي يحب يدير حبه لوز، كاين اللي يحب يدير لها كيما تحبوا، وكاين تاني كيما نفسها ديري هذيك تاع اللي تقرصيها بيدك ماشي بالمول. آه كيف واحد البنه وكي درت لها الحشو 50 غرام، عطت لي واحد الحبه يعني الله يبارك، تشوفيها هكذا تعمر العين، والله غير تعمر العين، يعني تاكل عينك قبل لي ياكل فمك كي تكون الحبه هكايا كبيره. والله الله هنا راح نقسم معكم حبه باش تشوفوها كيفاش معسله لداخل. قلت لكم السر تاعها كي تتقبوها ديروها في عسل بارده وهي تكون سخونه، وتخلوها 4 ساعات داخل هذاك العسل، حتى 4 ساعات باش تقطروها وباش تزيدوا لها لاجولي حتى تبقى معسله. شوفوا شحال طريه، شوفوا تانيك العسل اللي لداخل معسله الله الله. شوفوا العسل اللي راهي فيها جات مشربه الله الله، جات مشربه من القلب، يعني مزيريات معسله للقلب. شوفوا وبقات هكذاك. شوفوا كل ما بدات تطول، كل ما راهي تطول لكم راح تقعد تتعسلك خير وخير. العسل خدمتها في الدار، راح ندير معكم الوصفه. ماما درت معكم وصفه سهله سريعه وتجيكم بنينه. يعني انا شوفوا كي زيت الطمينه تاعي كامل جات بهذه، كانت تخدمها لي اختي العسل ما نشريهاش. هنا حندير معاكم الكعيكات. شوفوا درت هكذا واحد 20 غرام تاع العجينه. شوفوا نفتح هكا، والحشو درت واحد لا العجينه 30 والحشو نورمالمون 10 ولا. هنا شوفوا ندير هكايا ونقيسهم كامل على المول هذاك. شوفوا المول هذايا تاع يساعدوا تانيك تم وانتي طيبتي الكعيكات تاوعك بليمول. ليمول يساعدوا بزاف. شوفوا اللي يحب تخدم هكايا سوا الاخر تشري بشويه ليمول وتخبيهم، يعني تحتاجيهم لدارك، تحتاجيهم لولادك، تحتاجيهم في العيد في المناسبات. الحبه تاع حلوه راهي شحال دير راهي غاليه، والمقادير راهم بزاف غاليين، يعني تخدميها بيدك تنقصي المصروف على روحك. انا ما نكذبش عليكم الحلوه ما نشريها من عند حتى وحده. انا نشوف حلوه نتشهاها نحب نخدمها ناكلها على يدي. اي حاجه نشوفها نحب نديرها، نقول ما نشريش على نشريها وانا عندي يديه باش نديرها. شوفوا هنا الحبه تغلقوها كيما درتو. شوفوا تقرصوا جهه وجهه شغل تتقبوها هكايا، ومن بعد تدخلوها وديروها في المول. هذاك المول راح يتحافظ على الشكل يجوكم كامل على حبه. نديرها في المول نضغط ونتقبها كامل من تحت باش تخرجوا لها هذاك الهواء. وشوفوا السر تاع الكعكات باش يبقاو لكم شابين ومحافظين والله الله، تخلوهم واحد الساعه 2 سوايع قبل ما طيبوهم، ولا خليتوهم يباتوا احسن. هنا راني نخدم هذيك عجينه السكر، نعاون يدي بالمايزينا درت لها التيلاز هذاك باش تيبس لي تمتم، ودرت لها بديت نخدم بهذاك المول. هنا شوفوا الطليه تاعي، يعني السر تاع الطليه تاعي هذه ما نخدمهاش بالحليب، نخدمها بفنجان ماء عادي وبسعيده. انا نخدم بسعيده، فنجان سعيده، فنجان زيت نص تاع الليمون، عصير الليمون نصفيه لازم، ونزيد لها نص تاع المزهر، ونبدا نزيد في السكري كلاص نبدا بشويه، ودرت لها عطر الليمون الاصفر. ومن بعد كي خلط درت لها عطر الشوكولا باش عطات ليه هذا اللون شباب، هذا اللون يعني روعه. راه يبان لكم نورمالمون ابيض، وفي الاول الطليه البيضاء درت لها قبل الكولور ابيض، ومن بعد زدت لها هذاك تاع العطر الليمون الاصفر ولات لي صفرة باش زدت لها عطر كي بديت نزيد السكري كلاص كي بدات تعقد لي زدت لها عطر الشوكولا تعطي لكم هذا اللون تاع نورمالمون يقولوا له كريم ولا شباب بزاف، يعني والله غير شباب يخرج سواء طفل عرس ولا عروسه ولا طهاره، يعني يخرج. هنايا بديت نشبح نورمالمون درتهم من قبل هذا بالدوغي، مي معليش كي كملت يعني جوزت لهم كامل بهذاك النكري.
الدوغي هنا. شوفوا كيفاش جاو يعني والله غير جاو شابين بزاف. جات الحبه كل حبه تقول لخوتها بخري ليك، يعني جاو كامل على حبه، جو بنان. وهذه هي اللي قلت لكم، انت من الناس اللي تحبي تشوفي الحاجه تحبي تشريها، ولا تقولي علاش نشريها وعندي يديا. انا وحده نقول عندي يديا علاش نشريها. هنا الجزيريات، وهذه هي كانت الطلبيه. جات بزاف هايله وجات بنينه وعجبتهم، يعني فرحوا بها، وهذاك هو الاهم، يعني الواحد يفرح بهذيك الحاجه. تشوفي يعني ما متحمر. شوفوا انا من الفوق ما حمرتهاش من الفوق، نو وحدها، يعني كي وحدها الفوق تاعي كي يبدا يسخن مليح يولي يحمر لك الحبه من الفوق. هذه هي الحاجه المليحه في الدزيريات، تتحمر. وشوفوا كي ديروها كيما وريت لكم، تبعوا الخطوات تاع الحشوه تاع الدزيريات، راح تتنفخ لكم. يعني ما كانتش هكذا كبيره، شوفوا كيش تنفخت، جت ما شاء الله. هذه ديريها تديها في يدك يعني بطبع وشان. اتمنى الله فيديو تكون عجبتكم. ما تنسوش جام وتخلوا لي كومنتير شباب وتدعموني. نقول لكم تهلاو في روحكم ان شاء الله تكون عجبتكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.